بلد الفقير يشتكي والغني يشتكي، بلد المرضى يشتكون والاطباء يشتكون. انا ما شفت بلد الوزراء من تقعد مع واحد فيهم قاعد يشكي من الحال، النواب يشتكون من الحال. اذا من المسؤول؟ الاخ رئيس بالتاكيد انت والاخوه الاعضاء نواجه بسؤال كل يوم في الدواوين، لا حد فيكم ينكر. الناس سالنا سؤال بسيط، شنو موقفكم؟ البلد تتدهور في كل المجالات، انت ايش دورك؟ والحقيقه هذا السؤال يوقع على مسؤوليه اخلاقيه ومسؤوليه سياسيه. عندما نسال ونحن منتخبين من الامه ما هي حال الامه؟ ماذا تدهور القائم في البلد؟ المواطن العادي ما له ذنب ولا نطلب منه شيء، لكن ان احنا ايضا كنواب نتحلطم، الوزراء يتحلطمون، الصحافه تتحلطم. اذا من يعلق الجرس؟ اذا هناك خلل في رايي اكبر من ان يكون في مجلس الوزراء. مجلس الوزراء كلنا نعرفهم، كلهم اخواننا، وبعضهم كفاءاتهم لا تقل عن اي واحد منا واحسن منا، واعتقد لو يد اي وزاره اخرى تكون افضل. القضيه مو اشخاص، قضيه سياسات. تستطيع ان تاتي بفريق جيد بدون اداره، تاتي بفريق بدون كابتن، بدون خطه تدريب، وسيهزم اي فريق مهما كان ضعيف. امامنا حقائق الان، الازمه ليست في مجلس الوزراء، الازمه ليست في مجلس الامه، الازمه في مكان اخر قاعد نتردد كلنا في الكلام عنه. مطلوب ترتيب اوضاع البيت الكويتي،